السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. شرفتونا هنا على قناتنا المتواضعة، قناة اليوتيوب غاوي بحر وسفن محمود حمد. وطبعا أنا متواجد على قناة الواتساب وقناة التليجرام وكل القنوات اللي موجودة على السوشيال ميديا، ألا وهي التيك توك والفيسبوك. وننزل معلومات على السريع. اشترك على القناة واعمل لايك، والحاجات اللي أنا ما كنتش حابب إن أنا أقولها، بس طبعا الناس قالت لي لازم نفكركم عشان أنتوا ساعات ما بتحبوش تعملوا كده. قصتنا النهارده هلا وهي قصتي. كنتش عايز احكيها قبل كده، بس الناس بدأت تسأل التدريب ومش تدريب، فحبيت اعرف الطلبة واهلي كمان وقرايبي وعيلتي وبنتي وكل يعني اللي ليه علاقة بيا وقريب مني قد ايه كانت المعاناة صعبة في الحصول على تدريب، على مركب، على سفن. يعني في الوقت ده وتطلع سفينة، مش تدريب، سفينة انك تتدرب عليها، وكانت شركة يوناني. قد ايه كانت مرحلة صعبة، ولكن الحمد لله رب العالمين عز وجل اداني فرصه ممكن ما اديهاش لحد قبل كده في التوقيت ده، ان انا اطلع مركب يوناني، سبلاي يوناني ومركب بالك يوناني سنه 2012. بس انا مش هحكي القصه بتاعت التدريب، انا هحكي لك القصه اللي هي بعد التخرج، ايه اللي حصل وازاي لقيت شغل. دي قصتنا النهارده بعد سنه 2012. تعالى اسمعها سوا على اغنيه هلا هلا يا بحريه والاغاني اللي انا عاملها. هلا هلا يا بحريه موجوده وفي فيديوهات بتنزل على طول، وان شاء الله نحكي قصص كتيره. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية، وهلا هلا يا بحرية والأغنية اللي نزلت. يا رب تكونوا سمعتوها، يا رب تكون عجبتكم. تعالى نحكي لك بقى القصة حصلت ازاي. احنا طلعت انا مركب في سنة 2012، لكن احنا اتخرجنا في سنة 2011 زي ما انت شايف في الصور كده. وانا دفعة بورسعيد، دفعة 75 بحرية، وهنعمل عنها محتوى لانها تستاهل. دفعة قوية ودفعة غيرت في كل الاشياء. وبعد دورة ماستر انا بعتبر ان التخرج الحقيقي بيكون بعد دورة ماستر. ازاي؟ لان انت بتحس براحه نفسيه. طبعا انا ليا عتاب على الكليه، وده هيظهر لما نيجي نحكي عن دوره ماستر قريب ان شاء الله. ولكن اللي كله عايز اقوله لك، انت مش هتتخرج اصلا بعد الاربعه ترم، انت هتتخرج لما تخلص شهاداتك كلها، او تقف عند شهاده معينه وتقول انا خلاص كده خلصت. هو ده التخرج الحقيقي. في سنه 2011 احنا اتخرجنا في ظروف الثوره، وكانت ظروف صعبه جدا والدوله مقفوله وكل شيء مقفول. بس الكليه بتعمل مشكله كبيره كده، مش عارف هي موجوده لحد دلوقتي ولا لا، او ممكن كل الكليات بتعملها، الله اعلم، ما عنديش دليل. بس كانت هي بالنسبه لي مشكله نفسيه كبيره جدا، ان بعد التخرج انت ما بتعرفش انت ناجح ولا لا. يعني بعد حفله التخرج انت ما بتعرفش انت ناجح ولا لا. ليه؟ النتيجه بتظهر تاني يوم بعد التخرج. يعني انت عزمت اهلك وناسك وكل حبايبك جم حفله التخرج، بس انت مش عارف انت ناجح وخلصت الاربعه ترم ولا لا. وهم بيسموها اصلا انت بتتخرج من حاجه القيادي، وده غلط. انا بالنسبه لي ده سيستم غلط خالص. لابد ان انا اربط الناس واشجعهم على ان الحفلات تكون مهمه بالنسبه لهم، ويتخرجوا كلهم يعني مع بعض. فانا طبعا عزمت اهلي وناسي وحبايبي، واعتقد ان عيلتي كلها القريبين جدا مننا، عمامي وعماتي الله يرحمهم، يعني كانوا لي عمتين قريبين مني جدا الله يرحمهم، جم وولاد عمي وعمامي، كل الناس يعتبر جت الحفله بتاعتي سبحان الله عز وجل. وكان الدعوه كانت عامه، واحنا فرحنا وخرجنا. حتى انا فاكر والد الله يرحمه بعد الحفله، بعد ما رمينا الكاب، جريت عليه وحضنته كده وقلت له يا اخيرا خلصنا، بس انا جوه مني قلقان. فروحنا، وحتى يمكن عم عماد الله يرحمه روحنا معاه وقعد بقى يحتفل بيا وابطان. وانا كل ده انا مش حاطط في دماغي انا ايه المرحله اللي جايه، الستيب اللي جايه، مش عارف. انا كان مهم عندي ان انا اخلص الكليه على خير بكل دوافعها، وهنبقى نحكي عن مرحله الكليه. فاحنا مروحين في الطريق من اسكندريه لحد بلدنا على الطريق الزراعي، بسم الله ما شاء الله يعني. ناس كتير مروحه معانا وحفله وكلام من ده، ومروح البيت وروحنا. وعم حتى عم محمد قال لا ده انت بقيت قبطان دلوقتي، وانا لسه ما بقتش قبطان، بس تطلع تأمنا. فطلعت أمتهم حتى في الصلاه وخلصنا. بس انا نايم قلقان، يا ترى بكره هنجح ولا لا؟ ما هو برضه الفرحه ما جاتش. فالمهم صحيت تاني يوم الصبح، رحت الجماعه انا عايش معاهم طول حياتي اساسا في المدينه، وطول عمري متربي معاهم، وبسميهم اهل التاني اذا ما كانش هم اهل الاول اللي وقفوا جنبي كتير جدا. جماعه عم محمود، يعني بدون ذكر اسماء، يعني الناس كلها اللي قريبه مني عارفاهم. وصحيت الصبح ورحت، كمان وقتها في سايبر، فمعايا الباسورد واليوزر نيم. صحيت الصبح هم قال لك النتيجه هتظهر على الساعه 9 10، بنتصل باصحابنا فقالوا ظهرت. فانا فتحت الاغنيه طبعا الشغاله دي تبعي برضه، وهي ولا حلا حريه، وهنزل حاجات كتيره حلوه. فتحت الكمبيوتر وقعدت، فتحت اول مره ما ظهرتش، تاني مره بفتح ببص. انا عندي عاده كده ما بحبش ابص على الحاجه، ولازم اقرب وبتاع واشوف ايه القصه يعني. فبصيت لقيت النتيجه ظهرت والحمد لله ناجح. ففرحت بقى الوقت ده، ما فرحتش قبلها بيوم. زي ما قلت لك انا اجلت فرحتي بتاعه التخرج لحد النهارده، لحد ما اتخرجت من دوره ماستر كده الحمد لله. برضه نفس القصه، انا كنت فرحان ورمينا الكاب وفرحت مع والدي وسقفنا ورقصنا وعملنا كل، بس الفرحه كانت تاني يوم.
وبعدها ما بقتش عارف انا رايح فين، حتى ما اعرفش ايه الحتميات ولا القصه، برغم ان انا في الكليه ومهتم جدا، وانا من الناس اصلا اللي كانت غيرت سيستم كبير جدا في الكليه اللي هو شغال دلوقتي. انا اللي كنت كاتب الورقه، انا والقبطان يوسف هندي والقبطان رمزي والقبطان حسن، كل دول كنا يعني طبعا هم بيبقوا قبطين كبار دلوقتي، هم اصحابي يعني ودفعتي، فغيرنا حاجات كتيره جدا في سيستم الكليه اللي موجود دلوقتي، والناس تعترف رغم ان الورقه تاهت مني كان زمان وقتها. فالمهم خدت نفسي ورحت قعدت عن يعني اسبوع كده عند عمامي عمي محمود، يعني اللي انا بقول لك عيلتي التانيه. وروحت البيت، هنعمل ايه؟ مفيش حاجه. والدي طبعا كان جاب اخره من المصاريف والفلوس والقصه الطويله العريضه بتاعت الاكاديميه البحريه، ودي برضو مشكله انا عايز اطورها في الايام اللي جايه، ونفسي ندخل في حاجه زي كده، ولو يسمحوا لنا الكليه ان احنا نفتح نقاش مفتوح وليكن يعني. فالمهم روحت، فوالدي بيقول لي ايه بقى الخطوه اللي جايه؟ تعالى ناخد بق الاول. قلت له والله في حتميات. قال لي لسه؟ يا نهار ابيض، احنا لسه هنكمل حتميات ودنيا ودورات؟ ما ينفعش تطلع كده وانت كده ظابط. هو ما كانش فاهم، وعمامي برضو مش فاهمين، والقصه والمعرفه قليله، وبابا مضغوط وتحت تنشن كبير، وده بدا يبان عليا انا في التوقيت. بقول لك انا مش فاهم اطلع مركب ولا ما اطلع، مش مهم. ففجاه بدات احس ان والدي بدا يتوتر، وقعدت شويه، وعلى بال ما جمعنا فلوس الحتميات، والدتي ووالدي وعيلتي التانيه وكل الناس صحاب اللي قريبين مني، جمعنا، حتى استلفتها برقم كبير جدا. رحنا، وحتى قعدت في سكن كانت اول مره، وخدنا دورات الحتميات بتاعتنا وتخرجنا. يعني مش اتخرجنا بقى، مشينا كل واحد راح بقى لحاله. بدأنا بقى اللي يقول لك جهز سي في، جهز ورق، كل دي متاهه. لحد ما والدي كان رايح معزه مع عمي واتنين تلاته معاه، فقالوا له والله يا عبد الفتاح اللي انت عملته ده محدش يعمله، يعني انت فديت بروحك عشان ابنك وبتاع، وفي الاخر تقول لنا لسه في دورات ولسه. يا عم ده احنا فكرناه هيشتغل ويعوضك. فبابا ما حكاش القصه دي ليا، راح حكاها لوالدتي، وجه قال لها يعني كذا كذا، واتخنق لانه كان تحت تنشن كبير جدا، هو عايز بقى يبين وكلام من ده، وانا مش عارف. فجت والدتي حكت لي وعايزينك تروح وتعمل وتخلي. من هنا اتغيرت حياتي بقى، وتحولت 360 درجه، وخدت تحدي مع نفسي ان انا لازم اوصل باي طريقه بقى. فانا كنت اتخرجت في شهر اكتوبر زي ما قلت لك، في شهر 11 نوفمبر خلصت حتمياتي واستلمت باسبوري وكل حاجه. ابتديت شغل من في اخر شهر 11 و12. بعمل ايه بقى؟ باجي اصحى كل يوم الصبح الساعه 6 الصبح، من تكاتك لمواصلات لميكروباصات، اقعد الف، اجيب واحد صاحبي اكلمه يديني رقم اطير عليه. كان في اسمها، بقول بقى بالاسماء، الشركه الاهليه اللي موجوده هنا في الباب 10، اروح لها. وباب 10 ده رحت هناك كتير جدا، كنت حتى مصاحب بتاع الفول، اروح اخد فول واقعد ادور. ورحت القاهره، ورحت بورسعيد، ورحت مش عارف ايه وفين، والله ما فاكر، رحت اماكن كتير جدا. كله اصحى كل يوم الساعه 6 الصبح، اتحرك وامشي واخد نفسي واطلع، وما بقاش فارق في حياتي غير ان انا والدي ما يحسش بالضغط ده، وانا كمان بدا الضغط يتنقل لي، لان ايه ده، لسه في جواز، لسه في جيش، اللي انتوا بالمراحل اللي انتوا بتمروا بيها. طبعا بنبص في الصوره من دلوقتي بضحك يعني على اللي احنا كنا بنعمله، ولكن ده كله ربنا عز وجل رتبها. طبعا صلاه، صوم، عباده، طبعا ده الاساس عندنا، احنا متربيين في عيلتنا على كده. ولكن ضغطت بقى على نفسي كتير، بدات اقرا كتب عن الشيخ عمر عبد الكافي والشيخ شعراوي، وقربت من الناس دي مرتين ثلاثه اكتر يعني. وكل يوم اصحى الف واتصل بحد يرد عليا يقول لي تحت امرك وبتاع، وما فيش خالص. وكنت رحت القريب اللي انا حكيت لكم قصه قبل كده، اللي هو قال لي الغلطه بفوره، واتفقت انا ووالدي، كنت انا ووالدي متفقين الكليه لو غلطه هطلع. فرجعنا ليهم، يعني جماعه برضو عندهم واحد كان دفعتي برضو، ورحنا نقدم عند واحد كان سوري مشهور جدا، كان فاتح في اسكندريه في كفر عبده لو انتوا عارفينه يعني. ورحنا انا وهو، مفيش، يعني مفيش فرص، ولكن الراجل بيساعده، بس هم عندهم اولويه لقريبهم. فما رضيتش ازعل منهم، وما رضيتش اقول لابويا يعني خلاص سيبهم وبتاع، ازاي ما فيش يا حاج، خلاص يا بابا ان شاء الله هنلاقي، وكل اللي على لساني ان شاء الله هنلاقي، بس انت دوس من عندك ودوس من عندي. هو يتكلم من هنا وانا اتكلم من هنا، وصاحبنا على ناس ورحنا الناس، وبقينا مستعدين ندفع فلوس ونجري في كل شبر، يعني في كل حته. انا ما فيش حاجه قدامي غير ان انا بدخل على النت ادور. كلمت ناس سوريين، كانوا كل يوم الصبح كنت اصحى، لو مش هروح يعني اسكندريه ولا القاهره ولا عنديش مشوار،
افتح الماسنجر ابص ايه مين اللي بعت لي حاجه، الاقي ابطال ردت عليا، اقول له كابتن انا جاهز، هل عندك استعداد ان احنا نعمل؟ ما في يعني ما فيش ردود، ومره يردوا ومره ما يردوش. وفي مره ناس كتير قالت لي خلاص اجهز وهنطلعك، وعشموني كتير وعيطت بعدها، ولا حياه لمن تنادي. كل يوم بنفس بقول لك كل يوم فعليا، واروح لناس تقوم تقول لي، يعني كان في بتاع الشركه الإعلانية ده يروح بحسه انه ناسيني، لكن هو ممكن يكون بيصطنعها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها بتاع ايه ده، هو انت؟ طب بكره ان شاء الله يا فلان خد ورقه. يا عم انا لسه مصوره امبارح، ما فيش مشكله، بس خد ورقه، انزل صوره واطلع تاني. طبعا جه في وقت ماشيين انا ووالدي مروحين بالعربيه، فشاف مكان كده، قال لي ايه ده، انت عارف المكان ده تبع واحد كبير مهندسين، وحاول اسمه الباشمهندس فؤاد غلاب، الله يديله الصحه يعني، ده قريبنا، تعالى نكلمه. بعد لفه طويله جدا وبص كل الاماكن، كلمه. ورحت له كلمه وقال له محمود هيجي لك وبتاع، ورحت له. كان هو فاتح في اسكندريه شركه يعني حلوه، بس شركه توكيلات وحاجات. وبدات بقى مرحله الحياه معاه. يا باشمهندس ايه القصه، هنبتدي منين؟ قال لي هتروح لفلان. ورحت لفلان، ورحت للشركه المصريه، كانت لسه موجوده وكانت اخر ايام. الراجل بيحاول معايا يوديني هنا وهنا، وفجاه كلم حد يعرف حد في الشركه الوطنيه، روح قدم عنده. كان اسمه قبطان اسامه. كلمناه والراجل قال لي يا حبيبي محمود وتعالى، وانا ابني هناك ومش عارف ايه وساعدك وكل حاجه، وخلاص يا باشمهندس فؤاد بعتهولي. صحيت بعدها القاهره، ورحت القاهره. ده انا رحت القاهره ده كتير. رحت القاهره حتى كنت بنام ما بين القضبان، والله العظيم كنت بنام. انا في اسكندريه رحت قدام المينا، كنت بقعد مع العمال على اساس ان انا ممكن ادخل جوه اطلع مركب، خيالات فاهم. خلاص بقى اتعلقت بالبحر وعايز اطلع وباي طريقه. بس خلي بالك في نقطه كانت غلط، ما ذاكرتش. كل اللي عايزه ان اطلع بحر وارضي والدي، واخلي الضغط اللي متعول عليه من العيله ومن قرايبه ومن صحابه ومن الناس يتشال. فرحت القاهره، كلمت القبطان اسامه، مش عارف ايه. قال لي محمود انت فين؟ قلت له هناك. انا هناك يا كوماندا. ما كنتش اعرف كوماندا دي لسه. انا هناك يا قبطان زي حضرتك. قال لي طب ادخل جوه كده. وبعدين دخلت، مين هناك؟ قلت له كذا كذا. قال لي طب محمود استنى كده شويه، وقفل. وبعدين كلمته ما ردش، كلمته ما ردش، كلمته ما ردش. بعدين كلمته قال لي محمود وانت الباشمهندس فؤاد معاك؟ قلت له لا. قال لي طب يا محمود والله ده انا مقدم لابني ومش عارف، وانا اتحركت من الباشمهندس فؤاد. فانا ضربت مشوار للقاهره. اتكرر معايا الموقف ده 3 4 مرات، يبعتني الباشمهندس فؤاد لناس ما اتقبلش عندهم، وما رضاش اروح اقول له ده على فكره قالوا لي كذا وكذا. ما عنديش العاده ديت، لان اكتشفت بعد كده ان الكلام ده ملوش لازمه. اتفاجئ بقى ان انا كل ما اروح اقدم في مكان يكون في صحابي مقدمين وبتاع، وكلها بتخبط في بعضها. فانت ما تفكرش ان الواسطه ولا مش عارف ايه والحاجات ده عرف في البحر موجود. لازم في واحد قريبك، واحد صاحبك، واحد من ده عشان تقدر توصل. وكان في التوقيت ده كل حاجه متقفله، فعليا كل حاجه متقفله، مفيش حاجه تتيح لك فرصه كادت خالص. لان الدوله كان يعني مصر ده، حتى لما جيت اطلع فيز ما كنتش عارف اطلع. الباشمهندس فؤاد اروح واتكلم معاه ومش عارف ايه، ومفيش. لحد ما درجه ان القبطان محمد داوود والماسنجر معايا كان نزل اعلان ان كانت الناس بقى شغاله تعمل مظاهرات، وكانت اسلوب كده كان ماشي. ونروح نقف هناك ونعمل ونخلي والسلام عليكم وبتاع، ونروح الاكاديميه، مفيش حد بيرد عليا. فكلمني حتى القبطان محمد داوود وقال لي ده في فرصه على طج، تعالى نروح له. يلا بينا يا كوماندا. رحت رحت له تاني يوم واتقابلت معاه في الكليه، وكان لي قرايب خوال ومش عارف منين، وقعدنا نتعرف ونحكي. وقال لي اطلع، بس قال لي العيب انك لازم انت اللي تجيب الفيزا. فرحت بقول لكم حوار الفيزا ما عرفتش اجيبها. ووالدي قال لي لا فيزا ايه ودنيا ايه، هات لي يجيب لك الشغل كده على طول. ما نفعتش، سبتها. كان ليا واحد اسمه قبطان عبد، يعني مش واحد، هو صاحبي وحبيبي لحد دلوقتي، عباري معلش. قبطان عبد الباري كان بيكلمني وقال لي تعالى نلف مع بعض. ورحنا القاهره وقدمنا في وكالات توظيف، وقدمنا في ايجنسي، وجابت لنا بعد كده يعني حاجات افتكرتنا بعدها يعني. بس كنا طلعنا وظباط وكلام من ده. ورحنا لاماكن. وعبد الباري جاب شركه في اليمن، مش تبع الابطال اللي معروف يعني، لا كانت تبع حد هو كان تبعه. وقال لي يلا نروح وهندفع مش عارف قد ايه، قلت له يلا. ورحنا الابطال قريبه في المحاكيات، مفيش برضه. بنلف انا وهو يعني، رحنا مع بعض كذا مشوار. مره نروح انا وهو، مره نروح انا وواحد صاحبي كان اسمه صبري، ونروح انا وواحد تاني وتالت، برضه متقفله. بدات اسمع بقى ان اصحابي طلعوا. خلي بالك كل ده في شهر 12 وشهر واحد، يعني مفيش حد فينا اسرع من التاني، ده كلها
يعني بتجري، كله بيجري. لكن يعني الدفعه جميله، الدفعه كان دفعه 75 دي جميله جدا في الحوار ده، ان كله عايز يطلع وكله عايز يروح، كله بيجري على رزقه. فبدات اسمع ان ناس تطلع، واصحاب قريبين ليا جدا كان من ضمنهم واحد شغال في قناه السويس قال لي ده انا طلعت. فالغل بقى اشتغل فيا، فكنت اصحى كل يوم اروح اقعد في الجامع وادعي واعيط وابكي واعمل كل حاجه واتمشى واروح في الشوارع ما اناش عارف رايح فين ولا جاي، من تايه بجد تايه. فجينا رحت للباشمهندس فؤاد في يوم، فقعد قدامه قبطان قال لي ده انا مطلع القبطان ده في شركه يوناني وهيبقى ياخدك. ماشي. برضو يوم يومين انا مش قادر، فاهم، اللي هو عايز اطلع وخلاص، الضغط عمال يزيد والناس بدات تطلع، ووالدي خلاص الناس كلها بتتكلم. والله والله كان في حاجه كده غريبه، كله بيتكلم ما تعرفش ليه. ففجاه قاعد قدام الباشمهندس فؤاد، رحت له في يوم بعد ما لفيت كل حتت ودقيت. على فكره انا مش عايز احكي قصص تانية، ده كان في اماكن تانية رحتها كتير جدا اتقفل الباب في وشي. فجه الباشمهندس واحنا قاعدين قال لي تصدق انت فكرتني بواحد؟ قلت له اتفضل. واحد ماسك ايجنسي في قناه السويس توكيل، تعال نكلمه. كلمناه وهو شغال برضه هناك من بورسعيد. يا استاذ ابراهيم عامل ازاي وعامل ايه وايه الاخبار وبتاع، انا عندي محمود كذا كذا. قال طب خليه يبعت لي ورقه بكره. ماشي. كالعاده كالمعتاد بعت الورق. فسبحان الله عز وجل الراجل قعد يوم يومين، ولقيته في يوم داخل اتوضى الظهر ومصلي، والله العظيم انا فاكر. وبدأ ربنا بقول له خلاص انا جبت اخري، ما عادش في حاجه. وبقعد مع في الاوضه وبلف وبروح وباجي وبتنطط بين المواصلات والشركات وتهت. وبصحى كل يوم ادعي ما فيش حاجه يا رب، يعني هي خلاص الدنيا اتقفلت في وشي. فجاه ان هو بيتكلم بيقول لي تعالى ده في سبلاي يوناني داخل هنا وعايز ناس وعايز ادخلك معاهم. قلت له يلا بينا. طب يا باشمهندس يا استاذ ابراهيم اجهز امتى؟ قال لي خليك معايا على التليفون بس جهز شنطتك. الكلمه دي كنت سمعتها 100 مره، فاللي هو انا رجل قدام ورجل ورا، هل هو حقيقي هيصدق معايا ولا لا؟ فكلمني واحد تاني في نص الكلام قال لي تيجي تدفع مش عارف قد ايه وتطلع. بقيت بجري مع ده وده، بس فجاه لقيت الاستاذ ابراهيم الله يديله الصحه، انا طبعا ما متواصلتش معاه بقى لي فتره، لقيته بيكلمني في يوم بيقول لي يا محمود انت مسافر بعد يومين. كنت انا بره البيت ما صدقتوش. قال لي والله انت مسافر بعد يومين، خلص طلع تصريح سفرك. قلت له مجهز، وطلع ورقك كله قلت له جاهز. فمن الفرحه انا ما بلغتش اهلي، والله ما بلغت اهلي، لان كنت بلغتهم بكذا حاجه وجايه وبتاع، وبابا يعني وامي والناس تفرح وفي الاخر فيزعلوا عشان زعلي. فسكت. فروحت قلت قاعد عند الجماعه جماعه عم محمود، وهم اخواتي يعني وحبايبي وعشره طويله وحضروا معايا كل حاجه يعني. فجاه وانا قاعد معاهم مصليين المغرب كلمني وقال لي ده المركب داخله بكره. قلت لهم ده بيقول المركب داخله بكره وبتاع وقفل شنطتك. ماشي. اتصلت بوالدتي قلت لها ده بيقول كذا كذا وعايزين نقفل الشنطه. فهي طيب ماشي هات كذا كذا، وجبت الشباشب ومش عارف ده، حتى كنت رايح بشنطه ولا كني مهاجر خالص فعلا، يعني الشنطه منطقه ما كانش عارفين اتنين يشيلوها، ما انا ما اعرفش محدش قال لي حاجه. فجينا تاني يوم برضه بقول لك سبحان الله، هي ما بتجيش غير بالطريقه دي. صليت الظهر في الجامع وراجع مع الناس وطلعت فوق، كنت سايب التليفون فوق، فبص لقيته رن عليا مرتين، اهلا ازيك يا استاذ ابراهيم ايه الاخبار وبتاع. قال لي انت فين؟ يلا انت لازم تتعين بكره. كنتش مصدق في وسط الضيق ده كله والدنيا كلها دي بتتحل اهي. ورحت على طول موطي ومصلي، قصدي موطي راكع لله، وعيطت ورحت حضنت عمتي وعيطنا وبتاع وطير بقى. ورحت واخد نفسي وجاري على اهلي ويلا بينا نجهز، وانا هروح اسلم على فلان واسلم على فلان واسلم على فلان واسلم انا كانت عندي عاده قبل كده كنت بعملها، دلوقتي طبعا خلاص كل فلان اصلا اللي في حياتي كلهم يعتبر ماتوا من اول والدي وكلام من ده، وعم منصور والناس الحلوه اللي كان الواحد بيروح يسلم عليهم قبل ما يمشوا ويدعوا له دعوه حلوه. فلفيت عليهم ورحت بالليل خدت الشنطه وسلمت على اهلي وبكينا وعيطنا والحاجات اللي زي دي لان كانت خلاص. وخدت شنطتي ومشيت ورحت اتوكلت على بورسعيد. قابلت الاستاذ ابراهيم، اتعكننت في حته تصريح السفر. تصريح السفر كان فيه مشكله مش عارف ايه بتاع دب دب، النقابه مش النقابه الحوار ده. قالوا لي ده انت هتروح. يا نهار ابيض. الاستاذ ابراهيم قال له لا ده الراجل ومش الراجل، وانا قلت له عشان خاطري ده انا ما صدقت.
اروح ايه، لا شوف لي اي حل. جه بقى بالفعل بدأ يتكلم مع الضابط ومش عارف ايه، حل لنا المشكله، الوكيل اتدخل ومشيت وخدني بالعربيه. هو كمان يعني مكتر الف خيره. كانت هي ربطت على رصيف الملح، ورحنا رصيف الملح اللي في بورسعيد، وطلعت على الصبلاده، بصيت لقيت ناس اجانب ومركب يوناني. كان الطموح اصلا في وقتها ان هي المركب السوري او الاردني، مع احترامي الكامل ليهم يعني، بس ان انت توصل يوناني في 2012 دي كانت حاجه كبيره جدا. نسيت اقول لكم ان هم طبعا كانوا عملوا لي اختبار صغير، بس كان اختبار صغير كده انجليزي ومش عارف ايه، وعديت فيه. والراجل ده يعني يعتبر من الناس اللي وقفت جنبي في اول طريق وامنت بيا فعلا. طبعا المركب دي اللي هي مركب التدريب هي من احسن المراكب اللي اشتغلت عليها، وهي اخرها هي ديت، هي والمركب الكارجو البالك اللي هم كانوا تبع الشركه الاثنين، الشركه اليونانيه بدون ذكر اسمها. الحمد لله رب العالمين طلعت على المركب، وابتديت بقى الرحله الثانيه القاسيه بقى. بس في نهايه القصه ان انا عايز اقول لك ان هي كانت كلها 6 الفجر، 6 الصبح ادور واطلع زي ما بيقولوا، من مواصله لمواصله لمواصله لمواصله، لعربيه فول لعربيه مواصلات مش عارف فين تقعد. ده انا كنت مره رحت قعدت في السوق اللي هو بتاع اسكندريه ده، اللي هو عند امون ده، الفندق امون. قعدت هناك كده جنب حد، وقعد يقول لي مالك يا ابني؟ قلت له والله ما اعرف، انا شكلها كده اتقفلت في كل ابواب. فقال لي ليه؟ روح صلي في جامع ابو العباس. رحت صليت فيه، وقعدت اشكي وابكي ويعني عملتها مرتين، وما كانش في حل تاني. ده في برضه من القصص ان الباشمهندس سيد فؤاد عرفني على واحد في ابو قير ايجنسي برضه، واتكلمت معاه وخلاص، وجه استلم مني الورق، ورحت على باب ابو قير عشان اتعين. ده أنا نسيت اقول لكم دي، عشان اتعين ونسى وكان ناسي، وبعت لي واحد جه وقف معايا وقال لي ده معلش اصل المركب هتتاخر بعد اسبوع. بعدها قفل تليفونه وما عادش عرفت اوصل، ولا اشتكيت ولا عملت ولا اي حاجه. فهي القصه كلها من النهايه، بالرغم ان المعاناه كانت قاسيه قد ايه، ما كملت الشهرين وكنت طالع. ليه؟ الله عز وجل اذا اعطى ادهش، وهي فرجت من بعدها يعني، ومريت بالازمه دي تاني وتالت ورابع. فانت كده كده هتمر بالازمه دي، وهتفضل تدور وتدق البيبان وتلف وتخبط وهنا وهنا، ووالدك يساعد وده يساعد. انا بقول لك لفيت على كميه شركات نسيها، ورحت كميه اماكن نسيتهم، وناس كتير قفلت في بابي يعني قفلت الباب في وشي كتير جدا. محدش حد كان معبرني ساعات، وساعات تليفوني اتقفل، واحاول وابكي واعيط واسهر طول الليل وما نمش ويجيني ارق. طب ليه كل ده؟ عشان كنت عايز افرح والدي يعني، واحسسه ان الضغط قل. الحمد لله القصه عدت، والله يرحمهم جميعا. وادينا اهو خلصنا دوره ماستر وبنحكي لكم القصه كمان. فيا رب تكون القصه ديت مفيده، حتى لو حكيناها بسرعه عشان نخلص يعني في اقل وقت، فانت ديك مستمتع. ويعني يا عم دعم نفس باشتراك، وشوف الحلقات اللي جايه ان شاء الله. ويا رب يا رب جميعا كلكم تتوفقوا وكلكم توصلوا اللي انتوا عايزينه. انا دلوقتي نفسي اشتغل في الاتش اس اي، ونفسي اشتغل مريض سيرفير، ونفسي اشتغل في الانسبكشن. بحاول وربنا يكمل على خير. أنا نفسي اخش في، نفسي افيدكم انتوا، نفسي اقدم حاجه حلوه، نفسي اعمل اللي عليا بجد قبل ما اتوفى واروح لله عز وجل، اكون كملت الصدقه الجاريه اللي انا من يوم ما بدايه البحر عايز اعملها لوالدي، واستفيد وانتوا تستفيدوا وكلنا نستفيد في الاخر. فبالتوفيق لكم جميعا، واشوفكم على خير. تابعونا على كل المنصات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.